الليل والنهار قوتين استحالة يجتمعوا، ولكن في نفس الوقت هما الاتنين بيكملوا بعض. وجوه قرية معزولة في الجبال بنشوف أم حامل وعلى وشك إنها تولد، ولكن الحكيمة بتعرف إنها هتجيب توأم وبتقول لها ما ينفعش تولدي دلوقتي، مهما حصل لازم تستحملي لحد طلوع الفجر. المساعدة بتقول لها مستحيل، الحكيمة بتقول لها أنا عارفة إنه جنان، ولكن مهما حصل لازم تستحملي. الطفلين دول هما اللي هيغيروا العالم ويسيطروا على العالم لتسوجاي. وبالفعل بتتحقق النبوءة، ومع طلوع الفجر بتولد الطفلين اللي بيتقاسموا الليل والنهار. الأب بيشوفهم وبيتصدم، بيعرف إن حياتهم استحالة تكون عادية. فيا ترى صديقي إيه هي قصة الطفلين دول؟ أهو ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة. فكالعادة قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك بتاعك، والأهم إنك ما تنساش إنك تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بيعدي 16 سنة وبيكبر التوأمين وبيتسموا يورو وآسا على اسم الليل والنهار. وجوه الغابة بنشوف شخص مستخبي من الشجر ومستني اللحظة المناسبة، وفعلا صديقي بضربة سهم بيصطاد الطائر، وده هو يورو واحد من التوأمين. بيبص فوقه وبيلاقي آثار دخان وبيخمن انه دخان تنين. بياخد بعضه وبيرجع على القرية، وعلى المدخل بيقابل صاحبه دينجي. بيفضل يصيح له لانه دايما بيروح على الصيد لوحده. بيقول له افرض حصل لك اي حاجة وانت لوحدك في الجبال، وقتها مين هيساعدك؟ ولكن يورو بيقول له ما تقلقش، حتى لو حصل فاليسار واليمين هيحموني. ودول يبقوا التمثالين اللي في مدخل القرية. صديقي بيعرف منه انه الصيد طائر نادر وبينبهر لان صيده بيكون صعب. بيفرح لانهم كده هيتعشوا لحمه النهارده. وفي طريقهم بيسلموا على اهل القرية، ويورو بيبقى محبوب من الكل. بيعرفهم ان الجو هيبقى وحش وبيديهم الطائر علشان يطبخوه. بيرجع بعدها على برج القلعة وبيقابل الجدة امهو، وهي نفسها اللي ولدته قبل 16 سنة ومساعدتها تبقى ام دينجي. بتفضل تزعق لابنها لانه دايما بيتهرب من الشغل ومش طالع مجتهد زي يورو. يورو بقى بيسأل الجدة عن آسا، والجدة بتعرفه انها بتأدي عملها كالمعتاد في اوضتها. بيدخل بعدها على برج القلعة وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل على الأوضة. وهنا كانت المفاجأة، آسا بتبقى محبوسة جوه سجن وممنوع على حد يشوفها. بترحب بيه بابتسامة، ويورو هو كمان بيفرح لما بيشوفها. بيقعد يحكي لها يومه كان عامل ازاي، وبيقول لها انه النهارده اصطاد طائر نادر. اخته بتنبهر بيه، ولكن يورو ما بيكونش راضي. بيقول لها انه كان نفسه اصطاد خنزير بري او حتى غزال. السنة دي كانت جافة والمحاصيل كانت قليلة، يعني احتمال مخزون الاكل ما يكفيناش للشتاء، علشان كده لازم اصطاد اكتر واكتر ونحاول نخزن اي لحوم. آسا بتبقى قلقانة وبتسأله اذا كان هو كمان ناوي يسيبها ويغادر القرية علشان يشتغل، ولكن يورو بيقول لها مستحيل، انا حاليا بطور من مهاراتي في الصيد، لو قدرت اصطاد حيوان كبير فوقتها مش هبقى مضطر اسيب القرية. وبنعرف يا صديقي ان ابوهم وامهم غادروا القرية وسابوهم وراهم. بيقول لها اطمني، انا عمري ابدا ما هغادر القرية، طول ما انت هنا هفضل جنبك واحميكي. في الوقت ده بتقاطعهم ام دينجي وبتعرفوا ان ديرا وصل على القرية. وديرا يا صديقي يبقى تاجر رحالة بيجيب بضائع من العالم الخارجي، ومن وقت للتاني بيزور القرية وبيقايدها معاهم. وفعلا بيبقى محبوب من الكل وجايب لكل واحد الحاجة اللي هو محتاجها، اللي بيبدل معاه ملح واللي بياخد منه دواء صداع. ديرا بيعرفهم ان الاوضاع حاليا غير مستقرة في العالم الخارجي وفي مرض منتشر، علشان كده هيشتري منهم كل الاعشاب الطبية باعلى سعر. ووسط ده يورو بيوصل، وديرا بيسأله اذا كان محتاج حاجة، وقبل ما يكمل بيديله كرة صغيرة وبيقول له انا عارف ان كل اللي يهمك لو كان في حاجة ينفع تاخدها لآسا. وبالفعل يورو بيشكره وبيبدل مع ريش الطائر اللي هو اصطاده. بيخلصوا تجارة وديرا بيلم حاجته وبيودعهم وبيمشي. دينجي بقى بيفضل يحسده وبيقول يا ريت لو انا كمان اقدر اغادر القرية. مفيش حد بيغادر القرية يشتغل وبيرجع لها تاني، اكيد العالم بره احلى من هنا. يورو بيقول له اشك عن نفسي ما عنديش مانع لو اقضي كل حياتي في القرية مع اختي. بيقول له بمناسبة الموضوع ده فانا عمري ما شفت آسا قبل كده. يورو بيقول له ناس معينة بس هم اللي مسموح لهم يشوفوها، اما عيل غبي زيك هيبوظها. ووسط ما هم بيهزروا فجأة بيبداوا يسمعوا صوت طيارة وبيكونوا فاكرينه تنين، ولكن المرة دي الصوت بيبقى قريب منهم واعلى من الطبيعي. وفجأة شخص بيستعمل قوته والحاجز اللي حوالين القرية بيتكسر. يا حلاوة، القرية خلاص بقت مكشوفة. العيال بتبص فوقها وبتصدموا بطيارة عملاقة ومش عارفين ايه الكائن ده، ومن حواليهم بتظهر طيارات هليكوبتر وبتحاوط القرية. سكان القرية كلهم بيبقوا مصدومين ومحدش فاهم اللي بيحصل. ومن جوه الغابة الجنود بيبداوا يتسللوا وبيقتلوا في سكان القرية. وعند ديرا بيبقى فاتح بقه واحد من الجنود بيطلع المسدس وبيغفله. الجد امها بتبقى مصدومة وبتقول لهم مصيبة، الحاجز اتكسر، اكيد جايين علشان يورو. بتقول لهم مهما حصل لازم نخبيه، وبتأمرهم يلاقوه ويجيبوه لعندها. دينجي ويورو بيوصلوا على القرية وبيلاقوا الكل ميت ومذبوح. دينجي بيتصدم من المنظر، ويورو بيقلق على اخته، بيقول له خليك ورايا. فيطلع يجري بسرعة ناحية برج القلعة علشان يلحق آسا. بيلاقي اتنين من الجنود على السلم، وفي جزء من الثانية بيمسك القوس وبيضربهم بالاسهم. واحد فيهم بيبقى ضرب نار، والعيال مش عارفة ايه اللي طار عليهم، ولكن بيستنتجوا انها لو اصابتهم هتقتلهم. بيدهم بالرجل وبيكملوا طريقهم ناحية القلعة. بيشوفوا الطيارات الهليكوبتر من بعيد وما بيبقوش عارفين ايه الكائن ده. بيوصلوا على مكان اليسار واليمين، ويورو بيبدأ يشيل الحجارة اللي ورا التمثال وبيطلب من دينجي يساعده. وبيتضح ان في ممر سري ورا التمثال
التمثال ويورو بيقول له الممر ده هيوصلنا لبرج القلعه. بينزلوا فيه هو بيدعي الناس تبقى عايشه وبخير. وجوه المنطقه الوسطى بتنزل بنت واحده من الطياره وبتقول لهم مساء الخير. السكان بيبقوا مستغربين والبنت وقتها بتحرك ايديها وبتقول له ابتلع. وفجاه واحد منهم بيتقسم نصين وجسمه بيتاكل. الكل في حاله صدمه. بتفضل تعمل نفس الحركه فيهم كلهم وسكان القريه بيبداوا يتاكلوا ويتقطعوا بكل وحشيه. واحده فيهم بتحاول تهرب ببنتها ولكنها بتقتلها. بتسيب البنت عايشه وبتقول لها ما تقلقيش انا ما بلتهمش الاطفال. واحد فيهم بيبقى لسه عايش وبيفضل يصرخ ولكنها بتلتهم جسمه. يا بنت المجنونه. بتطلع بعدها تليفونها وبتقول لهم المنطقه الخارجيه والوسطى تم تامينهم، تقدروا تبعتوا القوات البريه لهنا. ولكنها بتتفاجئ انهم فقدوا الاتصال معاهم. وعند ديرا بيبقى خلص على كل القوات لوحده. بيقول مين كان يتوقع انهم يكسروا الحاجز. بيطلع تليفونه وبيطلب من المساعده بتاعته تغير مكان اللقاء. بيقول لها الوضع اخطر مما توقعت، يبدو كده ان آسا هنا. وجوه القلعه بنشوف بنت بشعر اسود والجد قامها بتبقى مليانه بالاصابات. بتوصل على اوضه آسا وبتفهم اللعبه القذره اللي هم عملوها. بتتعصب جامد وبحركه واحده من ايديها بتدمر القفص وبتقتل آسا. يورو في الوقت ده بيوصل وبيتصدم لما بيشوف الجده مصابه واخته سايحه في دمها. بيصرخ باسم آسا ولكن البنت وقتها بترد وبتقول له ايوه بتندهلي انا هي آسا اختك وجيت هنا علشان اخدك منهم، ولكن قبلها فانا هخلص على كل اللي في القريه. يورو ما بيبقاش مستوعب كل اللي بيحصل. بيتعصب وبيقول لها مستحيل انت تكوني اختي. بيمسك القوس وبيهاجمها والمكان كله بينفجر. وعند ديرا بيلمح طيارات الهليكوبتر وبيعرف انهم اتنكروا فيها. بيوصل على المنطقه الوسطى وبيقتل الجنود اللي بيقابلهم. بيقابل البنت اللي قتلت الكل وبيتفاجئ بالكائن اللي وراها. بيقول لها يا حلاوه ايه كل الاسنان دي. البنت بتقول له ايه ده انت بتقدر تشوفهم. بيتفادى الهجوم وبيضرب عليه بالمسدس ولكن ما بيأثرش فيه. بتقول له انت اللي قتلت القوات البريه مش كده. لسه هتهاجمه ولكن ديرا بيفاجئها بقنبله وبيقدر يهرب. وعند يورو المكان بيبقى اتدمر والبنت بتقول له سامحني كان قصدي اكسر السهم بتاعك بس مش اكتر. وفي خلال كده الكوره اللي كان خدها من ديرا بتقع منه وبتروح على جثه اخته. وفجاه بيخرج منها ظل غريب وبيحاول يثبت آسا. الجده في اللحظه دي بتنادي على ديرا وبتقول له خد يورو هربوا من هنا بسرعه. ديرا وقتها بيوصل وبيشيله. بتقول له استخبوا في العالم الخارجي مهما حصل ما ينفعش يلاقوكوا. وبالفعل بياخده وبيهرب بيه من الممر السري اللي تحت الارض. بيخرجوا من التمثال وديرا بيقول له مفيش وقت للشرح لازم ننزل من الجبل. ولكن طيارات الهليكوبتر بتبقى لحقتهم وبتبدا تضرب عليهم. ديرا مسدسه وبيبقى فضي وبيقول له احنا اتحاصرنا. يورو بقى ما بيبقاش مستوعب كل اللي بيحصل وبيقول له حياتي ما عادش ليها معنى. آسا ماتت وحتى الجده سبتها ورايا. مين البنت دي بالظبط وليه عايزه تقتل الكل. ديرا بيقول له مفيش وقت للشرح. بيديله سلسله كده وبيقول له استخدم اليسار واليمين. يورو مش فاهم وديرا بيقول له اعملها ومالكش دعوه انت الوحيد اللي تقدر يا يورو. وبالفعل بياخد السلسله وبيحطها في الفتحه. ديرا وقتها وبدون اي مقدمات بيرزع دماغه في الارض. يورو بيتصدم هو ليه عمل كده وبيبدا ينزف ولكن دمه بيبقى اجى على العلامه. وجوه الهليكوبتر بيصوبوا على ديرا وخلاص هيدوسوا على الزناد. ولكن في اللحظه دي التمثالين بيبداوا ينوروا وبيظهر كائنين ذهبيين فوق الهليكوبتر. بيبداوا يطبقوها ويورو بيتفرج ومصدوم. بيسقطوا الطيارتين وديرا بياخد يورو وبيطلعوا يجروا. البنت ام احمر بتبقى شافت اللي حصل وبتصيح لان الطياره دي كانت هي اللي هترجعها للبيت. بتبقى شافت الاتسوجاي وبتتمنى انهم ما يكونوش اقوياء. وعند يورو بيكونوا نجوا من الاصطدام. بيسمع اتنين بيتكلموا ويمين بيقول ايه ده سيدنا الجديد هو مجرد طفل كده هيبقى من السهل التحكم فيه. يسار بتقول له العمر مش مهم ده سيدنا ولازم نطيعه. ومن وسط الدخان يورو بيشوفهم وديرا بيقول له سواء كانوا اشباح ارواح او حتى كائنات غامضه الناس اختلفت في تسميتهم ولكنهم دايما بيعملوا بشكل ثنائي. الاتنين دول هما الاتسوجاي بتاعك يا يورو. يورو في الوقت ده بيفتكر وهو صغير لما ابوه اخده وراه الممر السري اللي بيربط بين اليمين واليسار وبرج القلعه. بيبقى منبهر بيه وابوه بيقول له الممر ده ما يعرفش بوجوده غير عدد قليل جدا من اهل القريه علشان كده لازم تكتم السر ده عن الباقي وما تستخدموش غير في حالات الطوارئ. بيوصلوا على نهايه الممر وابوه بيقول له السلم ده هيخرجك عند التمثالين اللي في مدخل القريه. عايزك تفتكر دايما ان مهما حصل لك فاليسار واليمين هيحموك. نرجع بقى للحاضر واليمين بيقول له احنا كنا بنراقبك طول الفتره دي يا يورو. من هنا ورايح احنا هنبقى الاتسوجاي بتاعك. يورو ما بيبقاش مستوعب ان هما دول التمثالين اللي في مدخل القريه. يمين بيفضل يرخم عليه ويسار بتقول له كفايه يا يمين مش شايف سيدنا محتار. ديرا بيجي يتكلم معاهم ويسار ويمين بيتعرفوا عليه وبيقولوا له احنا كنا بنراقبك انت كمان طول المده دي. انت تبقى ديرا من ثنائي الخدم في الوقت الحالي فاحنا خلصنا على الطيور اللي كانت بتحاول تهاجمهم. بس صحيح وين وعد الطائر ده بالظبط. ديرا بيقول لهم اسمها هو طياره وتبقى وسيله نقل في العالم الخارجي ولكن مش وقته الكلام
الكلام ده، حاليا في على الاقل شخصين خطيرين في طريقهم لينا، محتاجين لهم مساعدتكم علشان ننزل من الجبل بامان وفي اسرع وقت. ولكن يمين ويسار بيرفضوا وبيقولوا له انت مش سيدنا هو يورو، وهو الوحيد اللي احنا هنطيع اوامره. ديرا بيقول لهم انا مقدر ولكن مفيش وقت نشرح له الوضع. وفي خلال ما هما بيتكلموا البنت ام احمر بتكون وصلت وبتشوف اليمين واليسار، بتقول له باين عليهم اقوياء، يا ترى ملك مين فيكم اللي تسوجاي ده؟ يورو بيشوف الوحش اللي وراها وبيتخض من شكله. ديرا بيتصدم انها لسه عايشه بعد ما رمى القنبله في بقها، بتقول له ما تستهنش بيا وبعدين ما تقولش عليهم وحش. بتبص ليورو وبتقول له شاب عنده 16 سنه، اكيد انت هو يورو. بيقول لا بس انا عندي 17. ديرا بيقول له ده حسب نظام القريه، انما في العالم الخارجي فانت عمرك 16 سنه. بتقول له انت بقى اخو اسا، هكون ممنونه جدا الك لو تيجي معايا من سكات. يورو بقى اول ما بيسمع اسم اسا بيتعصب وبيفتكر كل اللي حصل لاخته. بيقول لها انت اللي خلصت على اهل القريه مش كده؟ بتقول له ببرود ايوه بشحمي ولحمي. اليمين بيقول له احنا مستنيين اوامرك، امورنا واحنا هننفذ. ولكن يورو بيقول لهم انا مش هامركم، انتوا حراس مقدسين وانا مجرد نكره مش من حق امركم، ولكن في المقابل عندي ليكم طلبين. الاول لو في حد لسه عايش من اهل القريه فخدوهم لبر الامان. التاني البنت دي يا فارستي انا محدش يلمسها، اي حاجه تانية عدا دول فاعملوا اللي انتوا عايزينه. يمين بيضحك وبيقول لها حظنا حلو يا يسار، سيدنا المره دي مش متحكم. بيتحمس وبيقول له امرك. وجوه برج القلعه اسا بتفك نفسها وبترزع الجده في الحيطه، وهي ماشيه بتقول للجده احنا عمرنا ابدا ما هنسامحكم على اللي انتوا عملتوه، بوعدكم اني هدفعكم ثمن افعالكم. وبتسيبها وبتمشي علشان تلحق يورو. وفي طريقها بتقابل دينجي وامه، ودينجي بيفكرها هتقتلهم ولكنها بتقرر تسيبهم وبتكمل طريقها. وعند يورو يمين بيتحمس وبيقرر ينطلق على القريه. البنت بتحاول توقفه ولكن بيتخطاها بكل سهوله، بتتصدم من قوته. ويمين بيقول لها انا راح امن القريه، نصيحه مني. فاليسار عصبيتها وحشه ومفيش ثانيه اليسار بتديها ركله مدمره بتطير اللي تسوجاي بتاعها. بتقول لها عداكي انت، فيورو امرني اعمل اللي انا عايزاه. يورو وقتها بيمسك القوس وبيرزعها سهم في رجلها. يا ابن اللعيبه بيجهز السهم التاني، والبنت بتاخد بالها وبتستخدم التسوجاي بتاعها وبتحاول تهرب، ولكن يورو مش هيسيبها، بيقول لهم وراها. وعلى الناحيه التانيه اليمين بيوصل على القريه وبيلاقي البنت الصغيره لسه عايشه وبتبدا تستعيد وعيها. بيفضل يتكلم معاها وبيقول لها الحمد لله ما عندكيش اي اصابات. البنت اصلا ما بتبقاش شايفاه، ويمين بيفتكر انه لسه يظهر نفسه، وزمانها دلوقتي مستغربه مين بيكلمها. وبالفعل بيظهر لها نفسه وبيقول لها ما تخافيش انا مش وحش وجيت هنا علشان انقذك. البنت بقى اول ما بتشوفه بتتصدم وبيغمى عليها من تاني. بياخدها يحطها مع باقي الاطفال وبيبقى زعلان لان كل ما حد يشوفه يغمى عليه. اما صحيح اطفال ما عندهاش احترام، ووسط ده بيبقى لاحظ انهم ما بيجوش جنب الاطفال وبيسيبوهم عايشين، ولكن في المقابل ما بيرحموش الكبار. وفجاه بيقابل في طريقه اسا وبيعرف انها بتقدر تشوفه، لسه هيتكلم معاها ولكن اسا بدون مقدمات بتستخدم قوتها وبتهاجمه. اليمين في لحظتها بيرد لها الهجوم واسا بتتصدم من قوته. بيقول لها في ايه حد يخض حد كده؟ وبعدين ايه كل القوه اللي انت بتمتلكيها دي؟ ممكن اقاتلك لو عايزه ولكن حاليا انا مشغول بتنفيذ اوامر سيدي. وقبل ما يكملها اسا بتتجاهله وبتكمل طريقها على يورو. يمين بيقول لها انتوا فعلا جيل ما عداش عليكم الاحترام، ولكن فجاه بيشم ريحه غريبه منها وبيعرف اللي فيها. وعند يورو البنت بتحاول تستخبى جوه بيت وبتسد المدخل بالتسوجاي بتاعها، ولكن على مين؟ اليسار بتفتح سنانه وبتحاول تفتح بقها. البنت بتبقى مصدومه من قوتها، بتقول مش معقول احنا اتنين عليها. بتحاول تقاومها ولكن اليسار وقتها بتتعصب جامد وبتقدر تفتحه. يورو في اللحظه دي بيستغل الفرصه ويرزعها السهم التاني في كتفها. البنت بتصيح لي تاني مره. اسا وقتها بتوصل وبتستخدم قوتها وبتهاجمهم، بتجري على صاحبتها جابو وبتلاقيها مصابه. يورو وقتها بيجهز سهم وبيقول لهم محدش يتحرك، انتوا مين بالظبط وعايزين ايه؟ بتقول له انا اختك اسا يا يورو. بيقول لها كدابه، اسا مش كبيره كده. بتقول له ده علشان تغذيتنا احسن في العالم الخارجي. بيقول لها اسا مش عنيفه كده. بتقول له الدنيا كانت قاسيه عليا فبقيت كده. في الوقت ده يمين بيوصل وبيقول لهم ستوب، انتوا عيله ما ينفعش تتخانقوا. بيشاور عليها وبيقول له ريحه دم البنت دي هي نفس ريحه دمك، البنت دي هي اختك يا يورو. الواد بيتصدم وبيقول لهم ازاي؟ امال مين اسا اللي بتأدي المهام بتاعتها في القلعه؟ بتقول له دي مزيفه. قبل 10 سنين بعد ما هربت مع ابونا وامنا من القريه، الجده واتباعها خافوا انت كمان تهرب، علشان كده جهزوا اسا مزيفه علشان يحبسوك في القريه. كانوا عارفين ان اخ لطيف زيك عمره ما يسيب اخته وراه ويهرب لوحده. وبيتضح ان اسا المزيفه بتبقى لسه عايشه وجسمها بيتجدد. يورو بيبقى مصدوم من اللي بيسمعه وما عادش عارف يعمل ايه. ديرا بيوقفوا وبيقول لهم اسف لو بقطع اعلام شملكم، ولكن ايه رايك تاخدي صاحبتك وتنسحبوا من هنا؟ يورو بيعترض ولكن ديرا بيقول له انت هو هدفهم، ده غير اننا لسه ما نعرفش قدرات اسا الحقيقيه، مجرد وجودك هنا هيعرض القريه للخطر، كفايه اللي ماتوا لحد دلوقتي. وبالفعل يورو بيقتنع وبيقول لها هسيبها بشرط، لو سبت اهل القريه في حالهم هسيبك تاخدي صاحبتك. اسا بتوافق فعلا. يورو وقتها بياخد بعضه وبيغادر المكان. جو بتبقى متضايقه وبتقول لها لسه محتي له يمشي. بتقول لها ما اقدرش اسيبك وانت في الحاله دي، ده غير ان على الاقل
اطمنت على سلامته. جابو بتبقى عماله تتألم من الاسهم وبتقول لها بس اخوكي ما عندوش قلب، لو ما كنتش وصلت كان زمانه خلص عليا. اسا وقتها بتتأثر وبتفضل تبكي لان اخوها طلع عايش وما حصلوش حاجه. في الوقت ده الحاجز اللي حوالين القريه بيبدا يرجع، وجابو بتقول لها يلا بينا نمشي من هنا بسرعه. والمعركه دي بيبقى راح ضحيتها اكتر من نص القريه. الجده بتكمل الحاجز واسا المزيفه بتبقى ماسكه الكوره وحزينه على فراق يورو. واسفل الجبل بنشوف شخصين عاديين وبيبقوا مستغربين من طيارات الهليكوبتر وبيخمنوا ان اكيد حد تاه. بتقول له انا سمعت ان في ناس كتيره بتتوه في المكان ده وما عادش بيلاقوهم. الاسطوره بتقول ان في قريه مخفيه وسط الجبال وبيسموها بالقريه الضائعه. تبقى بتتمشى في امان الله وسط الجبال وفجاه تلاقي نفسك بقيت في عالم تاني. وفجاه بيلاقوا يورو وديرا معديين من قدامهم وبيفكروهم صيادين. ديرا بيلمح القريه من بعيد وبيعرف انهم قعدوا بناء الحاجز. يورو بيساله اذا كانوا يقدروا يرجعوا مره تانيه وديرا بيقول له ينفع، ولكن ظهر شخص عارف موقع القريه وبيقدر يبطل الحاجز، وبما انك هدفهم فما عادش ينفع تستخبى فيها. حاليا هنحاول نتخفى في العالم الخارجي. بيفضلوا يجروا وسط الغابه وبيوصلوا على مكان اللقاء، ودي هي هانا المساعده بتاعته. بتقول له انت اخر ده كله، وبعدين انت قلت لي انك هتجيب معاك بني ادم مش تسوجاي. بيعتذر منها وبيقول لها اشرح لي كل حاجه في الطريق. حاليا خرجنا من هنا في اسرع وقت، هدفهم هو يورو. بتقول له هو ده بقى التوأم المشهور. بيعرفها على اليسار واليمين وبيكونوا منبهرين بالعربيه ومش عارفين ايه الحديده دي. هانا بتعرفهم على نفسها وبتقول لهم انها بتشتغل مع ديرا، هما الاثنين بيشكلوا ثنائي الخدم. ديرا بيسال اذا كانوا حاسين باي تسوجاي قريب وبيعرفوه ان المكان امن. بيقول لهم عظمه حس كده بقى فتعالوا نمشي من هنا بسرعه، يلا اركبوا معانا. ولكن يورو بيرفض ويقول له انت بتهزر، عايز نركب الحديده الغريبه دي، انا مش واثق فيها. ديرا بيحاول يشرح لهم وبيقول لهم ان دي تبقى عربيه مصنوعه من المعدن وجواها حاجه اسمها محرك وبتتحرك بالبنزين. ما بيبقوش فاهمين حاجه، وهنا بتقول له انت لسه هتشرح. بتركب وبتقول لهم البتاعه دي جواها احصنه بتتحرك بسرعه. وفعلا يا صديقي الموضوع بيدخل دماغهم وبيركبوا معاها. وعلى الناحيه الثانيه اسا وجابو بيكونوا خرجوا من القريه وبيقعدوا يستنوا الدعم. وبعد دقايق بيوصلوا ابو نضاره ده بيدعى جين. بيعتذر لهم على التاخير وبيقول لهم انا سمعت ان في تسوجاي جديد ظهر، يبدو كده ان كان لازم اجي معاكم. بيطمن على اصابات جابو وجابو بتقول له انها تمام، النزيف توقف ولكن راس السهم لسه موجوده في كتفي، ده غير ان السهم التاني اخترق رجلي، بس عادي كده كده انا متعود على الالم. ما بيلاقيش يورو معاهم وبيعرف انه قدر يهرب منهم، ولكن على الاقل بيبقوا اتاكدوا انه لسه عايش وبخير. جابو بتقول له انه نزل من الجبل، يعني المفروض كنت تقابله في طريقك. بيقول لها احنا مسيطرين على كل الطرق، ولكن يبدو انهم اخدوا طريق مختصر. تبا احنا خسرنا في المهمه دي طيارتين وعدد كبير من الجنود، الزعيم هيفشخني. جابو بتقول له بالمناسبه في شخص هو اللي ساعد يورو على الهرب وبيدعى ديرا، وغالبا هو نفسه اللي خلص على كل رجالتك. جين اول ما بيسمع اسمه بيتفاجئ وبيقول لهم ده عشيرة تدرا. بقى من بين كل الايام المهمه تتنفذ في اليوم اللي ثنائي الخدم يبقوا موجودين فيه. يا ريتني فعلا جبت معايا التسوجاي بتاعي. وعند يورو بيبقوا قدروا يخرجوا من الجبل بسلام، وديرا بيحكي لهانا على كل اللي حصل. هانا بتتصدم، جنود وهليكوبتر مره واحده، يبدو كده انهم ما بيهزروش. ديرا بيقول لها اعتقد انهم من عشيرة كاجيموري، مفيش غيرهم ممكن يعملها. هانا بتتخض لما بتسمع اسمهم. بيقول لها للاسف هم عرفوا وشي واسمي، شكلي كده هضطر احلق داني واشوف مكان تاني اعيش فيه. وبره العربيه فجاه اليمين واليسار باستشعار وجود تسوجاي وبيقولوا لديرا انه بيقترب منهم، ولكن بيقولوا له يطمن. والحزن الحظ بتطلع تسوجاي طيب وبتبقى صديقه قديمه لليمين واليسار. بتسلم وبتقول لهم بقالي كتير ما شفتكمش، معنى وجودكم هنا ان بقى عندكم سيد جديد مش كده؟ اليسار بتقول لها عدى تقريبا 400 سنه على اخر مره خرجنا فيها. ديرا وهانا بيقوموا بيتفرجوا ومش مصدقين عينيهم. يمين بيقول لها سيدنا الحالي هو مجرد طفل، يبقى واحد من التوأمين قاسم الليل والنهار. التانية وقتها بتتفاجئ وبتقول لهم يبدو كده ان الموضوع هيبقى شاق. بيعرفوها انهم حاليا هيستخبوا في مدينه مزدحمه بالسكان لحد ما يشوفوا ايه اللي هيعملوه. بتقول لهم تمام، ما تنسوش تحكوا لي كل حاجه لما ترجعوا. بتتمنى لهم رحله سعيده وتودعهم وبتختفي. وبعد ما بتمشي ديرا ما بيبقاش مصدق انه شافها. يورو بيقول لهم هو كان ايه البتاع ده؟ بيزعقوا فيه وبيقولوا له ان ده كان أشرة، واحد من الكائنات المقدسه، ويبقى في مستوى تاني عن التسوجاي العاديين. ما كنتش اتخيل انها عيش للحظه دي. اليمين واليسار بيتضايقوا، اشمعنى ما حدش منبهر بينا؟ ما احنا كمان كنا كائنات مقدسه في القريه. يورو بيقول له هو التسوجاي لها انواع، بيقول له ليهم، ولكن كلها تصنيفات بشريه، وفي منهم اللي بيرضى يعيش بسلام مع البشر زي أشرة اللي شفناه من شويه. ومقابل كل تسوجاي بيجي في اليمين بيقابله تسوجاي في اليسار، وكل هدفه انه يخلي سيده يتجه لطريق الشر. وبالمناسبه الاسنان اللي هجمتنا تبقى تسوجاي من النوع القتالي، ويبقوا برضه عباره عن ثنائي، الفك العلوي اليمين والسفلي اليسار. سمعت انه من النوع
النوع اللي بيلتئم سيده لو ما عجبوش. وعند جابو اسا بتتاسف له وبتقول له انا اللي سمحت ليورو يهرب، هاجي معاك وانت بتبلغ الزعيم. جابو بتقول لها الغلطه مش غلطتك، فانت كنت بتحميني. جيم بيقول لهم اطمنوا، فكره ان اخوك لوحدها لسه عايشه دي لوحدها تعتبر انجاز. جابو بتعرفه انه كان هيخلص عليها لولا وصول اسا. بيقول لها هو الاتسوجاي بتاعه كان قوي للدرجه دي؟ بتقول له مش هنكر انهم كانوا اقوياء، ولكن اللي هزمني فعلا كانت السهام بتاعته. وبالليل بيبقى في 2 من الجنود لسه عايشين في الجبال وبيحاولوا يخرجوا، ولكن في كل مره بيرجعوا لنفس النقطه. بيدركوا وقتها انهم اتحبسوا جوه الحاجز. وعند يورو بيكونوا في طريقهم لمدينه جديده، بيقعدوا يرتاحوا في احدى المحطات وهنا بتجيب له اكل وملابس جديده علشان ما يلفتش الانظار. يورو بيبقى مستغرب من الرداء الجديد ودرا بيديله شبشب وبيقول له البس ده في رجلك. بيبقى رواق على نفسه هو كمان وشكله بقى جنجستا في نفسه. يورو بقى بيتصدم لما بيشوف الاكل وبيقول لهم هي مش دي وجبات فاخره؟ ما بيبقاش حتى عارف ازاي بتتفتح وانا بتفتحها له وبتديله ياكل. وبمجرد ما بيدوقها كل حواسه بتنصدم وبيكونش مستوعب ازاي اكل بالطعامه دي بيتباع عادي في عالم البشر. بيفضل ياكل ولكن وقتها الكئيب بيفتكر اخته وبيقول يا ريت لو اسا هي كمان كانت تقدر تدوق الاكل ده. يمين ويسار بيبقوا مستغربين من المكان اللي هم فيه ودرا بيشرح لهم ان دي تبقى محطه استراحه، حاجه كده اشبه بالخان زمان ولكن على الطريقه الحديثه، فيها متاجر ومطاعم وكمان حمام علشان لو احتجت في الطريق. يمين ويسار بيكونوا منبهرين بكلامه ودرا بتقول لهم ما تيجوا افرجكم على المكان من جوه، ولكنهم بيعرفوه انهم هيفضلوا مع يورو وبيقولوا له روح انت وهانا كل لكم حاجه واحنا هنا هنحرس يورو. وبالفعل بيقرروا يروحوا على المطعم ويمين بيقول لهم ايه ده مش هتاكلوا الاحصنه اللي جوه؟ هانا بتقول له هنبقى ناكلهم بنزين بعدين. بيقعدوا ياكلوا في المطعم وهنا بتساله عن المعلومات اللي هو ناوي يقولها ليورو. بيقول لها انا بفضل ما اقولوش حاجه زياده. بمجرد ما عرفته ان البنت اللي كانت معاه في القريه مش اخته الحقيقيه هو حرفيا كان هيتجنن، وبعدين هو لسه صغير. هنا بتقول له انت طيب بزياده، عن نفسي ما بحبش الاطفال، الاهم دلوقتي هتستخبوا فين؟ اوصلكم للبيت؟ بيقول لها ما عادش ينفع، فحاليا هم بقوا عارفين وشي واسمي، اكيد مراقبين المكان. وبعدين انت ليه بتتكلمي كأن مالكيش دخل؟ انت كمان خدمتي تسوجاي في قريه هيجاشي ولازم تساعديني. بتقول له هعمل اللي هقدر عليه. بيقول لها عظمه، حس كده بقى تعالي نتجوز يا هنا. هنا بتتصدم وبتلم الناس عليهم، بتقول له ليه لازم اتجوزك؟ بيقول لها هتفضحينا، دي مجرد شكليات بس مش اكتر، لازم نندمج مع المجتمع علشان نتخفى ونقدر نحمي يورو. الشائعات عن الغرباء بتنتشر بسرعه ولازم شكلنا يبقى طبيعي وسطهم. بتقول له حتى لو كده فاحنا مش مضطرين نتجوز. بيقول لها هيبقى اسهل لنا نأجر بيت لو كنا عيله، الناس بتثق اكتر في العائلات. بتقول له خلاص ممكن ابقى انا اخت يورو الكبيره وانت ابونا من غير ام. بيقول لها كده الموضوع هيبقى شبهه اكتر، هيتقال ان الام سابت العيال وهربت مع حبيبها، او ان الام ماتت وانا عايش على ذكراها وبربي العيال لوحدي. سواء ده او ده فالناس هتبدا تشك فينا. الحل الامثل ان يورو يبقى ابني وانا اتجوزت على ام وبنت صغيره في السن. هي دي القصه اللي احنا هنقولها. بشكرك على تفهمك. هانا انتبهت تنفجر من الغضب ولكن ما قدامهاش حل غير انها توافق، وبكده هيبقى ضحي الماء في انها تتجوز توم كروز. وبره المطعم يمين ويسار بيبقوا مستغربين ازاي مخبين الاحصنه جوه حته الحديده دي. فعلا العالم بره متطور. يورو بيقول لهم صحيح انتوا ما اكلتوش اي حاجه. بيقولوا له ما تقلقش علينا احنا ما بناكلش طعام البشر. بيبقى محتار ينادي لهم ايه وفي النهايه بيقرر يسميهم يمين ويسار زي ما هم. بيقول لهم خلونا نخش في المهم، عايزكم تحكوا لي كل اللي تعرفوه عنه وعن اختي. بيقعدوا يحكوا له وبيقولوا له خلينا نبدا بان احنا كنا قاعدين في مدخل القريه لمده 400 سنه، كنا بنشوف اللي داخل واللي خارج ولكن ما كناش بنعرف اللي بيحصل جوه القريه. وفجاه اهل القريه بداوا يقولوا ان اتولدت توأمين وبعدها بمده بدانا نشوفك، فابوك دايما كان متعود ياخدك للصيد وانت صغير ولكن عمرنا ما شفنا التوأم التانيه، علشان كده افترضنا انها ماتت بسبب مرض او ما شابه بعد فتره قصيره من ولادتها. ولكن قبل 10 سنين شفنا ابوك وامك هما بيهربوا من القريه وكانت معاهم بنت صغيره، البنت دي كانت ريحه دمها هي نفس ريحه دمك، ومن بعدها ما عادش شفناهم. يورو بيقول لهم انا كنت فاكر طول المده دي ان ابونا وامنا سابونا وراهم وهربوا، ولكن طلعت انا الوحيد اللي اتسبت. بيحزن له شويه ولكن بيفك وبيقول لهم معنى كده الناس الحقيقيه ممكن تبقى عارفه مكان ابونا وامنا. ديرا وهانا في الوقت ده بيوصلوا ويورو بيشوف هانا متعصبه وبتقول له نظرا للظروف فاحنا هنكون الوصي عليك، بمعنى تاني هنبقى المسؤولين عنك لو حصل لك اي مشكله. ديرا بيقول له احنا هنسوق لمسافه طويله علشان لو محتاج تخش الحمام، ولكن يورو بيعرفوا انه عملها في الجنينه، كله تحت السيطره. بيعرفوا كمان ما يقعدش فوق العربيه وبيقولوا له ان البشر العاديين ما بيقدروش يشوفوا الاتسوجاي، ولكن مستخدمين الاتسوجاي زيه يقدروا يشوفوه، وفي كمان بعض البشر بيقدروا يشوفوهم لاسباب مجهوله، ده غير اننا نقدر نظهر نفسنا لو احنا عايزين. بيركبوا بعدها العربيه وفي الطريق يورو بيسال
بيسالهم عن عشيره الكيجيموري. ديرا بيعرفوا ان هم كمان عندهم عدد من مستخدمين الاتسوجاي ومعروف عنهم انهم بتوع مشاكل. في الاصل كانوا جزء من القريه ولكن غادروا القريه واسسوا نفسهم في العالم الخارجي. يعني تقدر تقول انهم عشيره فرعيه من القريه ولكنهم غادروا بسبب اختلافات في الراي. مؤخرا كان في اشاعات منتشره عن ان احد التوأمين بقى موجود مع الكيجيموري ويبدو انها ما كانتش كذب. وعلى الناحيه التانيه بنشوف واحده بتجري وهي مرعوبه وفي حد بيطاردها. بتوصل على الاسانسير وبتفضل تدوس بسرعه لحد ما بيوصل. بتدخل ولسه هتقفل الباب ولكن على اخر لحظه التاني بيلحقها وبيطلع انه شخص بيتعقبها طول المده دي وبيقول لها انت ليه بتهربي مني؟ ده انا عايز اقتلك مش اكتر. بيطلع الخنجر من معاه والاسانسير بيتقفل عليهم. البنت بتبقى مرعوبه وبتفضل تقول له ما يقربش منها اكتر من كده ولكن فجاه بتتحول لوحش غريب وبتقول له قلت لك ما تقربش اكتر من كده وبيبدا يبتلعه. وبره الاسانسير جيم بيتكلم مع العامله بتاعته وبيقول لها اطمني انا خلاص حليت مشكله الشخص اللي كان بيتعقبك وطلبت منه بكل ادب ما يقربش منك تاني. تقدري ترجعي لشغلك في اي وقت. وبنشوف الواد وهو بيتاكل بكل وحشيه ومش بيتبقى منه شعره. وفي خلال كده واحده من الموظفين بتستعمل الاسانسير وبتترعب اول ما بتشوف الوحش اللي خارج منه. جين في الوقت ده بيظهر من وراها وبيقول لها انت شايفاه مش كده؟ مش عايزك تعملي صوت، الموضوع ده سر بينا. وبيخلص عليها. وعند يورو ديرا وهانا بيقولوا له انهم ما عندهمش معلومات كتير عن اللي هم عايزينه منه وانهم ورثوا الشغلانه دي عن اسلافهم مش اكتر. بيقول له الجد ايامها اصرت ان الغرباء ما ينفعش يعرفوا مكان القريه وان انت واسا ما تقعوش في ايد حد. وظيفتي كانت توفير البضائع ونقل المعلومات وهانا بتتكفل بالاعمال اللي خارج القريه. بصراحه ما اعرفش الجده بتفكر في ايه بالظبط ولكن لازم احترم قواعد العشيره. يورو بيقول له هو انا واختي نبقى ايه بالظبط؟ ليه في ناس بتحاول تخطفنا؟ يمين بيبدا يحكي له وبيقول له الاسطوره بتقول ان لما هيتولد توامين في يوم يكون في الليل والنهار قد بعض العالم هيتدمر. حسب معلوماتنا في اخر مره حصل فيها الموضوع ده كان قبل 400 سنه. التوامين اللي بيتقاسموا الليل والنهار اتولدوا في القريه. وقتها الدوله اتقسمت لشرق وغرب وحصلت حرب كبيره ما بينهم وبعدها ما فيش الدوله اتقسمت لشمال وجنوب بفعل حرب تانية. وطبعا مستخدمين الاتسوجاي كانوا بيعملوا من وراء الكواليس. يورو بيقول له معنى كده ان احنا نبقى الطفلين الملعونين اللي هيغرقوا العالم في الفوضى؟ بيقول له مش بالظبط، اللي كده هم الاشخاص اللي عايزين يستعملوا قوتكم علشان يشعلوا الحرب. يورو بيقول له قوه ايه بالظبط؟ انا ما عنديش اي قوه مميزه. بيقول له حاليا لسه ولكن انت عندك القدره انك تكتسب القوه وعلى الاغلب فاسا خلاص اكتسبتها. بيبداوا يشرحوا له وبيقولوا له ان في نوعين من القوه. الاولى هي قاي او كسر ودي هي القدره على فتح اي شيء في العالم بشكل قسري سواء كان حاجز او باب او اي حاجه تخطر على بالك. واختها هي فوق او ختم ودي تبقى القدره على اغلاق اي شيء بشكل قسري. هنا بتسالها السؤال اللي في بالنا وبيقول لها ايه اللي هيحصل لو القوتين دول اصطدموا ببعض. بتقول له على حد علمنا فما فيش حد اكتسب القوتين دول مع بعض قبل كده يعني ما حدش يعرف ايه اللي هيحصل. يورو بيفتكر ان كان في حاجز حوالين القريه وبيسال ديرا وكان بيخش القريه ازاي. بيعرفوا ان في طريق معين بيخليك تخشها وان عشيرته كانت عارفه الطريق وبتتوارثه من جيل لجيل. عشان كده كنت بقدر اتخطى الحاجز وقت ما احب. وبالمناسبه امك اصلا كانت من سكان العالم الخارجي ولكنها سلكت الطريق اللي بيودع القريه بالصدفه. الموضوع بيحصل من وقت للتاني. ناس بتتوه وبتلاقي نفسها قدام القريه بالصدفه. يورو وقتها بيفتكر امه وهو صغير وهي بتقول له ان في موطنها معنى اسمه يورو هو الليل وبتوعده انها يوما ما هتاخده هو واسا ابوهم وتوريهم موطنها. وفي الصباح بيوصلوا على المدينه ويورو الحمد لله بيبقى اتعلم ازاي يستخدم الحمام ويطفي النور بعد ما يخلص. بيخرج يتمشى مع يمين ويسار وما بيبقوش فاهمين ازاي مجرد الدوس على الزرار بتخلي النور ينور. بيستغربوا من حجم القلاع وعددها وازاي في ناس عايشين جواها. يورو بيقول له ان دير عرفوا ان العاصمه طوكيو فيها عدد اكبر من الناس وبيوصل ل 10 مليون. يمين بيتصدم بيجيبوا رز لكل العدد ده ازاي؟ لو المفروض انك تلاقي اختك وسط كل ده. يورو بيقول لهم ديرا وهانا اشخاص طيبين ولكن لو كان ليهم دخل بالمؤامره اللي حصلت في القريه وخبوا عني الحقيقه فوقتها ما اقدرش اثق فيهم بالكامل. وبالرغم من كده فانا برضو ما اقدرش اثق في البنت اللي بتقول على نفسها اسا. علشان كده انا قررت انا هقبض على اسا واخليها تقول لي على مكان ابويا وامنا وعلشان اعمل كده فانا محتاج لمساعدتكم. وطبعا الاثنين بيتحمسوا وبيقولوا له انهم معاه. بيرجعوا بعدها لديرا وديرا بيقول لهم اخبار كويسه هانا لقيت بيت كويس نعيش فيه. يورو بقى بيبقى لافت نظر التليفون وبيقول له هو ايه البتاع اللي بتتكلم فيه كتير ده؟ والمره دي بيبقى اتعلم وبيقول له انها حاجه شبه الاشاره الدخانيه وبيستخدموها في التواصل وهم بيصدقوا. بيوصلوا بعدها على البيت الجديد وبينبهروا من شكل القلاع من جوه. هنا بتقول لهم الميه والكهرباء جاهزين وبعد شويه بتوع الغاز هييجوا علشان يركبوه. بتوري يورو اوضته والواد بيتصدم اول ما بيشوف السجاد. بيقول لهم احنا ما كناش بنستخدم الحصير غير في المناسبات الخاصه او للناس المهمه. ما بيبقاش مستوعب قد ايه سجاد العالم الخارجي مريح وبيقول لهم متاكدين ان ينفع انام هنا. وفي خلال كده فجاه بيلاقي قطه وكلب في وشه وبيصبحوا عليه. هانا بتبقى ناس تعرفهم عليهم وبتقول لهم ان اسمهم يبقى كوتيتسو جيرو. يمين ويسار بيرحبوا بيهم وبيشكروهم على استقبالهم.
بيقول لهم انا بقى يمين ودي تبقى يسار، اتشرفنا بمعرفتكم. ديرا كمان بيرحب بيهم وبيعرفهم ان دول يبقوا التسوجاي بتوع هانا. يورو بيتصدم وبيقول لهم بقى القطه والكلب دول التسوجاي، وقبل ما يكملها بيصبحوا عليه تاني وبيعلموه الادب. يمين بيقول له عيب كده، احنا هنا هنبقى تحت رعايتهم، القوا عليهم التحيه باحترام. يورو بيقول لهم اتشرفنا، وبنعرف ان اسم عيلتهم حاليا بقى هو دانو. هانا بتقول لهم بما انهم كشفوا ديرا فحاليا هنستخدم اسم عيلتي دانو كلقب لينا، من هنا ورايح هو ده اسم عيلتك يا يورو. يورو اصلا بيبقى مصدوم ان عندهم اسم عيله، وبيقول لهم معقول انتوا من عيله اغنياء؟ هانا بتحاول تفهمه ان في العالم الخارجي كل واحد عنده اسم، ولكن ديرا بيجريه وبيقول له لو ما تعرفش فهانا بتمتلك جبل تحت سيطرتها. بتقول لهم ان عيلتها كانت بتتورثه مش اكتر وما يقدروش حتى يبيعوه، وحاليا اتحول لمقلب زباله لان محدش مهتم بيه. يورو بيقول لها حس كده ينفع اصطاد فيه. ديرا بيفهمه ان في العالم الخارجي لازم يبقى معاه رخصه صيد، ده غير انه كمان هيحتاج له رخصه قياده لو عايز يسوق حته الحديده اللي بره. وعلى الناحيه التانيه بنشوف اسا وهي بتتدرب على قوتها الجديده وبتحاول تصيب التفاحه. بتنجح في المره الاولى ولكن في المره التانيه بتدمر الجنينه، ويبدو كده ان الموضوع هيحتاج لوقت. في الوقت ده زعيم عشيره الكاجيموري بيوصل هو واتباعه وبيرحب باسا. اسا بتعتذر له انها مش فالحه في حاجه غير انها تدمر الجنينه. بيقول لها ما تشغليش بالك، ما دام ما حدش مات يبقى ما تقلقيش وكملي تدريباتك. بيطلب من جين ينظف المكان، وجين بيستعمل الاتسوجاي بتاعه وبيأمرها تبتلع الحطام. بتسأله إذا كان في سبب ورا زيارته، والزعيم بيعرفها إنه جاي يطمن على جابو. بيروح يطمنه وجابو بتقول له إنه ما كانش فيه داعي يجي بنفسه. آسا بتقدم لها التفاحة اللي كانت بتتدرب عليها، وجين بيستعمل الاتسوجاي وبيخرج لها سكينة من بقه. جابو بتقول له أنا مقدرة اهتمامكم، بس مين هياكل تفاحة متقطعة بسكينة مشبوهة المصدر؟ بيقول لها اطمني نضيفة، ما افتكرش إن طعنت حد بيها قبل كده. بيقعدوا ياكلوا والزعيم بيطلب منها تركز على التعافي وترجع لهم بسرعة. اما انت يا اسا فعايزك تفضلي معانا هنا في القصر. اسا بتتفاجئ وبتقول له اشمعنى؟ بيقول لها في الاول كان كله فاكر ان التوأمين لسه في القريه، اما دلوقتي لو انتشرت الشائعات ان انت واخوك نزلتوا من الجبل ففي ناس كتير هتحاول تخطفكم، حتى من الكاجيموري نفسهم في ناس بتسعى وراكي، علشان كده مش هبقى مرتاح غير وانت في القصر. وبالنسبه لاخوكي فجين هو اللي هيتولى مهمه البحث عنه. وبالفعل اسا بتوافق علشان تريحه. جين بيقول لها صحيح انا لحد دلوقتي لسه ما اعرفش شكل اخوكي. جو بتقول يا ريتني اخدت له صوره. بيرسموا له صور عباسيه وجين بيقول لهم عظمه، يعني كده هبدا من الصفر. حس كده هحاول ابدا بتتبع اثار عشيره تدرا. وقبل ما يمشي اسا بتندهله وبتقول له في معلومه ممكن تفيدك. الاتسوجاي بتوع يورو بيمتلكوا حاسه شم قويه، بيقدروا يميزوا الاشخاص من خلال ريحه دمهم، وهي بتديله رسمه عباسيه تانية لليمين واليسار. وعلى الناحيه التانية درا بيبقى روق على نفسه وحلق دانه علشان يتخفى عن الانظار. بيسالها عن مكان ابنهم يورو وبتقول له انه راح يتمشى وقال انه هيستكشف المنطقه. يمين ويسار راحوا معاه، يعني هيبقى بخير. بيروح يتفقد حاجته ولكن ما بيلاقيش السطور بتاعه موجود. بيسال هانا اذا كانت شافته ولكنها بتعرفه انها ما حركتش الحاجه من مكانها. بيستنتجوا وقتها ان يورو اخده. هانا بتتعصب لانه كده بيخالف القانون، ولو الشرطه استجوبته هيبقوا في مشكله. نروح بقى ليورو اللي بيبقى في سطح مبنى وبيتامل العالم الخارجي. بيدرك قد ايه هو واسع وان كده هيبقى من المستحيل انهم يلاقوا واسع. يسار بتقول له ما تقلقش، لو هي كمان بتدور فاكيد مسيركم تتلاقوا. ويمين كالعاده متحمس لاي حاجه، ولكن يورو بيبقى عنده فكره وبيقول لهم هو مش انتوا بتقدروا تستشعروا وجود الاتسوجاي، وكمان عارفين ريحه دم البنت اللي بتقول على نفسها اسا. ديرا قال لي ان عشيره الكاجيموري بيمتلكوا عدد كبير من مستخدمي الاتسوجاي، بمعنى تاني احنا محتاجين نلاقي مكان في عدد كبير من مستخدمي الاتسوجاي وفي نفس الوقت في نفس ريحه دمي. يمين ويسار بتعجبهم الفكره وبيقولوا له ان الموضوع ممكن، وبالفعل بيشحذوا حواسهم لاقصى درجه وبيتحولوا لشكلهم الذهبي. بياخدوا يورو وبيطيروا بيه باقصى سرعه والواد يعني بيفضل يصرخ. بيوصلوا بعدها على مستودع كده ويورو بيفضل يرجع، ويمين بيقول له ان المكان ده مطابق للمواصفات، في مستخدمين اتسوجاي وشامم ريحه دمك. يسار بتقترح عليه يسمح لهم يخلصوا عليهم، ويورو بيقول لها مش ممكن نعرف نتفاهم معاهم. بتقول له يستحسن انك ما تحكمش على الاتسوجاي حسب المعايير البشريه، اغلبهم في عالم غير العالم بتاعك، يعني ما تتوقعش منهم يحاولوا يتفاهموا معاك. يورو بيفهم وبيقول لها حس كده هعتبرهم دبه بقى وحتى غزلان. يمين في الوقت ده بيحس بريحه دمه بتقرب وبيروح يستنوهم في موقف العربيات، وبيطلع جين واتباعه. يمين بيقول ان ريحه اسا بتفوح منهم، بما اننا استشعرنا وجودهم فاكيد الاتسوجاي بتوعهم هم كمان لاحظونا. شايف حاجه؟ في الوقت ده اسا بتوصل على المكان ويورو اول ما بيشوفها بيتجنن، بيفتكر كل اللي هي عملته في القريه وفي اخته وبيسحب الساطور وبيجري يهاجمها. يمين بيحاول يوقفه وبيقول له ان الريحه دي تبقى قديمه، ولكن ما بيلحقش يحذره واتسوجاي جين بيظهر وبيبتلع
بتاع يورو، وبيطلع ان ده كان فخ جين محضره له من البدايه. بيطلع من معاه عينه دم لاسا وبيقول له انا عرفت ان الاتسوجاي بتاعك بيمتلكوا حاسه شم قويه. للاسف اسا اللي قدامك دي تبقى مزيفه، بما انك هنا فاكيد انت تبقى التوأم التاني. اعرفك بنفسي، اسمي هو كاجيموري جين، وده هو الاتسوجاي بتاعي. اتشرفت بمعرفتك يا يورو. في نفس الوقت يورو بيبقى اتاخر وهنا وديرا بيبداوا يلاقوه. بتقول له احنا لازم نلاقيه بسرعه، هنعمل ايه لو حصل له حاجه؟ ديرا بيقول لها ايه ده، انت مش كنت بتكرهي الاطفال؟ يبدو كده ان قلبك طلع طيب. ولكن ديرا الغلبان ما بيبقاش فاهم اللي فيها، وهنا بتقول له انت كل ده لسه مستوعبتش؟ يورو حاليا لسه ما تسجلش كمواطن رسمي، بمعنى تاني كل مصاريف علاجه هتبقى علينا بما انه ما عندوش تامين صحي. يا ولاد المجنونه. بيقلقوا ساعتها جامد، وهنا بتدي تيشيرت يورو لجيرو وبتطلب منه يشم ريحته، وبالفعل بياخد بعضه وبيبدا يتعقبوا. وفي نفس الوقت كوتيتسو بيتتبع جيرو من التليفون، وديرا بينبهر انهم طلعوا خبراء في التكنولوجيا. بيفضل يدور عليه، وهنا بتتصدم لما بتعرف انه لحق يوصل على طوكيو. ديرا بيعرف ان اكيد ده بسبب يسار ويمين. بيستغرب ايه اللي وداه هناك، وبيستنتج انه راح يدور على اسا. نرجع بقى ليورو. جيم بيقول له بصراحه انت وفرت علينا عناء اننا ندور عليك، مش عارف اشكرك ازاي. يورو بيحاول يخرج ولكن اسنانه بتبقى قويه. في الوقت ده اتباع جيم بيبداوا ينادوا على يمين ويسار وبيقولوا لهم احنا عارفين انكم هنا، احسن لكم تخرجوا من سكات. يمين ويسار بيقعدوا يتناقشوا، يسار بتقول له انا مش شامه منهم ريحه حديد، يبدو كده ان معهمش اي اسلحه. يمين بيقول لها بس بالرغم من كده فانا حاسس بوجود اتسوجاي. اتنين تانيين غربوا نضاره، يبدو كده ان هم مستخبيين لحد ما يشوفوا اللي احنا ناويين نعمله. وبعد تفكير طويل بيقرروا انهم يخرجوا لهم عين عينك، وبيبداوا يقربوا عليهم. التاني بيقول لهم اقفوا عندكم، سيدكم رهينه معانا، لو حياته تهمكم فاحسن لكم تستسلموا. ولكن يمين ويسار بيتجاهلوه وبيفضلوا يقربوا عليهم. التاني بيتوتر وبيقول لهم انتوا ما سمعتونيش، بقول لكم سيدكم معانا. يسار ويمين ما بيكونوش معاه وبيقرروا انهم هياخدوا جين رهينه. بيبقوا مستغربين من تصرفهم، ويورو بيعتذر لهم لانه اتسرع وما قدرش يسيطر على اعصابه. بيقولوا له ولا يهمك، الاهم دلوقتي خليك في مكانك وما تتحركش، فطول ما انت هنا مش هيقدر يستعمل الاتسوجاي بتاعه. بيقول لهم تمام، هسيب لكم انتوا الباقي. جين واتباعه بيبقوا في قمه الاستغراب، بيقولوا هو ازاي الاتسوجاي هو اللي بيدي الاوامر لسيده؟ مش المفروض سلامه سيدكم تبقى هي اقصى اولوياتكم؟ يمين بيضحك وبيقول لهم كل واحد بيشتغل بالطريقه اللي تريحه. يسار بقى بتطلب منه يتساهل معاهم بما انهم معهمش اي اسلحه. جين في الوقت ده بيستعمل الاتسوجاي بتاعه وبيخرج لهم مسدسات ومخزون من الاسلحه. يورو اول ما بيشوفها بيفتكر اللي حصل معاه في القريه وبيقول لهم يتجنبوها بسرعه. بيبداوا يضربوا عليهم نار، ولكن ولا الهوا يا صديقي. يسار ويمين ما بيتاثروش وبيقولوا له نتجنب ايه بالظبط، لعلمك فاحنا مصنوعين من الحجر. اللاقرع بقى بيمسك شوتجان وبيفضل يضرب فيهم. الموضوع فعلا بيبدا يستفزهم وبيستغربوا السلاح ده شغال ازاي. التاني بقى بيقرر يمسك بازوكا وبيفجرها فيهم، ولكن مفيش اي حاجه بتحوق فيهم. بيخرج له فانوس في وشه، واللاقرع بيجيب حته حديده وبيهاجم يسار، ولكنها بتمسكه وبتلزقه في الحيطه. جيم بيهاجم يمين بالسيف، ولكن السيف بيتكسر. حرفيا صديقي يمين ويسار قوتهم في مستوى تاني. ابو شعر اصفر وقتها بيقرر يستعمل الاتسوجاي بتاعه وبيطلب من صاحبه يتحرك بسرعه. وفجاه سلحفاه عملاقه بتظهر فوق دماغ يسار، ويسار بتحاول تشيلها. يمين بقى بيلاقي قدامه ارنب كيوت، ولكن الارنب بيطلع نينجا وبيكعبله. بيطير في الجو وبيسدد له مجموعه من الركلات وبيقدر يوقعه على الارض. يمين ما بيبقاش ملاحق على سرعته، والارنب حرفيا فاجر يا صديقي. بيفضل يتضرب منه، ويمين بيطلب من يسار انها تساعده، ولكن يسار ما بتبقاش قادره تتحرك بسبب وزن السلحفاه اللي فوقيها. بتقول له ساعد نفسك. يورو بقى بيبقى بيتفرج عليهم وبيقيم الوضع حواليه. بتيجي في باله فكره وبيمسك الساطور وبيرميها على السلحفاه. في اللحظه دي يسار بتتحرر منها وبتقول ليورو وقف على جنب. بتنط في الهواء وبتكسر سنان الاتسوجاي وبتحرر يورو. يا بنت المفتريه. يورو بياخد واحده من سنانه وبيرميها على الاقرع. بيستعيد الساطور بتاعه وبينادي على يمين وبيفكروا باخر قاعده في قواعد استعمال الحمام. وبالفعل يمين وقتها بيفهم قصده وبيدمر كل الانوار اللي في المكان، وبكده المكان كله بقى ضلمه حرفيا. ما بيكونوش شايفين حاجه، والارنب بيقول لهم انه حاسس بالتسوجاي. يورو بيبعدوا. جيم بيقول حتى لو فكروا يهربوا ففي تسوجاي بره بيحرسوا المكان، اوعى تفكر انك هتقدر تهرب مننا. ولكن في الوقت ده بيفتكر كلام اسا وهي بتقول له ان يورو عنده عقليه صياد محترف. وبالفعل يا صديقي في اللحظه دي يورو بيجي من وراه بيغفله، وجيم بيتفاداها على اخر لحظه. بيخرج كشاف بسرعه، ولكن يورو بيبقى ثبته وخد جين رهينه. حرفيا لولا انه لحق يتفاداها كان زمان رجليه اتقطعت. في الوقت ده يمين ويسار بيرجعوا وبيقولوا له خلصت. التاني بيقول لهم ده غش، مفيش تسوجاي، سيب سيده وراه ويحاول يهرب.
بيقولوا له كل دي شكليات، ما دام النتيجه بتبقى في صالحنا فاحنا هنعمل كل اللي احنا عايزينه. يورو بيقول لهم هو مش الطبيعي انهم يحاولوا يهربوا، على الاقل كده مش هنموت كلنا. يمين بيقول لهم لو انتوا نسيتوا فحب افكركم ان يورو هو توأم الليل، يعني الضلمه هي نقطه قوته، كده كده كان هيتصرف حتى لو سبناه لوحده، وحتى لو ما كانش قبض على فريسته كنا هنتصرف احنا، فاحنا نقدر نشم ريحتكم حتى في الضلمه. جين وقتها بيدرك غلطته وهي انهم استهانوا بحواس يورو اللي نشأ وسط الجبال. يورو بيقول له انت قلت قبل كده انك من عشيره الكيجيموري، هل عشيرتك هي اللي هاجمت القريه؟ جين بكل برود بيقول له انا اللي كنت مسؤول عن الهجوم. يورو في الوقت ده بيتعصب وبيشد السطور بتاعه، اتباعه بيحاولوا يتدخلوا ولكن يسار بتوقفهم، بيبقى ناوي يقتله ولكن على اخر لحظه بيهدى وبيتحكم في غضبه. بيقول له انت معاك الاشاره الدخانيه مش كده؟ الجهاز الصغير ده اللي بتتواصلوا بيه عن بعد. جيم بيفهم ان قصده على التليفون. يورو بيقول له اتصل بآسا وخليها تيجي على هنا، عايز اتكلم معاها شويه. فيا ترى صديقي ايه اللي يورو ناوي عليه؟ وايه رد فعل آسا لما تعرف انهم لقوه؟ وايه قصه التوأمين دول وليه الكل بيسعى وراهم؟ كل ده واكتر هنعرفه في الجزء الجاي من حكايه يورو. وبس كده لحد هنا بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. فكالعاده لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك بتاعك. نتقابل على خير في فيديو جديد وبس كده، سلام.